خبر حزين بالنسبة لي أنا على الأقل. بداية الموسم كده والأهلي يخسر بطولة يا جماعة، أنا أتضايق. السوبر الأفريقي الأهلي يخسر، حاجة تخلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل ما نبدأ عطر فمك بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. أتمنى تدعموني وتشتركوا في القناة ليصلكم كل جديد. خبر حزين بالنسبة لي أنا على الأقل. بداية الموسم كده والأهلي يخسر بطولة يا جماعة، أنا أتضايق. السوبر الأفريقي الأهلي يخسر، حاجة تخلينا كلنا نتشائم، يعني كلنا نشعر بالتشاؤم في بداية الموسم، إنه الرباعية يا أهلي والخماسية يا أهلي والسداسية يا أهلي، كل الحاجات دي تحسسك إن احتمال كبير الأهلي السنة دي مع نهضة الزمالك لا يحقق نفس الأشياء. بس أنا حزين، وجون كهربا صح، والتحكيم فيه مشكله وكل حاجه، بس انا برضو حزين. انما هنعمل ايه؟ ادي الله وادي حكمته، انه في بدايه الموسم كده الكعبله يتكعبل الاهلي. وهو انتوا عارفين الاهلي فيه ميزه عظيمه، الاهلي لما يطير بيطير، ولما بيتكعبل يفضل يتكعبل، ما تفهمش ايه الحكايه. يتكعبلوا مرة ثم الثانية. وطبعا يعني النهاردة كان عندهم يعني، وكان كلنا والله انه نلقى لاعب مهم محترم انتقل للنادي الاهلي يعمل اداء عظيم، ولكن ما عملش حاجة ضايقتنا كلنا. انما هنعمل ايه؟ بداية الكعبلة للاهلي. وطبعا احنا كلنا كنا ورا الاهلي، ان الاهلي بيلعب باسم مصر في المملكه العربيه السعوديه. فضياع اول بطوله من الاهلي، وان شاء الله يعوضوها. انا نفسي ان شاء الله يعوضوا الحاجات دي كلها. وبنبارك طبعا لاتحاد العاصمه. لعب شمال افريقيا صعب شديد، يعني صعب يعني، كورتهم مقفوله قوي، صعب قوي. بيعملوا كل حاجه عشان ياخدوا الماتش، يعني بصراحه عندهم كده طريقه ما يعني، ولكن معلش، هارد لك صحيح.